السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاعنا النهاردة مختلف شوية، هو صحيح مش مختلف كتير قوي يعني، بس هو برضه مختلف إلى حد ما. هو ما بيتكلمش عن وصفات للأكل أو عن نصائح مطبخية زي ما احنا متعودين في قناتنا، لكن هو بيتكلم عن حاجة برضه وثيقة الصلة جدا بالأكل والمطبخ، وهي الكبة. والكبة من أدوات المطبخ المهمة جدا لأي ست بيت بصراحة. فأنا عندي واحدة صغيرة الساعة بتاعتها قليلة قوي، فكنت حابة أجيب واحدة كبيرة بقى كده علشان تخلص معايا مرة واحدة وانجز على طول. فقعدت ادور على النت واشوف الماركات، يعني الكبات اللي موجوده حاليا في السوق، والناس بتتكلم عنها بتقول ايه الريفيوهات اللي عليها. فقابلني النوع ده، لقيت الترند بتاعه عالي وبرضه الريفيوهات بتاعته كويسه جدا، فقلت خلاص اتوكل على الله بقى واجيبها، وفعلا طلبتها اونلاين من جوميا. هتلاقي بس نتكلم قوي على شكل الكرتونه بتاعتها عشان تبقي عارفاها. يعني هي بيبقى ناحيه كده عليها صوره الراجل الطيب اللي شايل الخضار ده، والجنب التاني عليه اسم الكبه، هي اسمها سوكاني، صنعت في الصين. هنا بيتكلم عن الحاجات الداخليه بتاعتها، هي 800 واط، مصنوعه طبعا الحاجات هي من الستانلس. برضو السعه بتاعتها 3 لتر. الموتور بتاعها القطعه اللي موجوده فيه من المعدن. طبعا دي حاجه مهمه جدا. برضو الجنب الثالث من العلبة موجود عليه ان بيتكلم باكتر من لغة لدول مختلفة عن برضو مواصفات الكبة. بصراحة أنا فتحتها قبل كده علشان خاطر أشوف عدد القطع اللي جواها مظبوط ولا لأ، قبل الراجل المندوب اللي كان جايبها ما يمشي. إنما التفاصيل بقى اللي بنحب كلنا ندقق فيها، قلت أشاركها معاكم قبل بقى طبعا ما أشغلها وأشوف الدنيا معاها عاملة إيه. فاول ما تفتحي الكرتونه كده هيقابلك الموتور بتاعها، والموتور بتاعها زي ما قلنا 800 واط. ده الى حد ما برضو كويس جدا. هنا الموتور شكله سلس انسيابي كده. الفيشه بتاعته بمدخلين. طبعا في سرعتين، ادي واحد وادي اتنين. برضو لما بتيجي تضغطي عليهم كده اثناء التشغيل بتحس ان المفاتيح سلسة كده وجميلة جدا. نيجي بقى هنا للنقطة المهمة جدا جدا في الموتور، وهي النقطة اللي بتوصل ما بين الموتور نفسه والوعاء او الحلة اللي بتبقى تحته. دي من المعدن، ودي مهمة قوي قوي، ودي حاجة كويسة في الكبة دي، لان انا شفتها في كبات كتير من البلاستيك وبتتأثر طبعا بالتشغيل الكتير ودرجة الحرارة اللي بيوصل لها الموتور اثناء التشغيل، فممكن تخرب وتبوظ لك الكبة كلها. نيجي للجزئية التانية واللي هي الأساسية، اللي هي الحل أو الوعاء بتاعها. أنا زي ما قلت لكم أنا جبت اللي هي الساعة بتاعتها 3 لتر. كان في 2، في 3، في 5، في 8. زي ما انتم شايفين الغطا من مادة اسمها الأكليريك، بتتحمل درجات الحرارة، وكمان في الغسيل سلسة كده وظريفة. وكمان معمولة بجوان الغطا علشان خاطر يبقى محكم الإغلاق أثناء التشغيل على الحلة، ودي برضو حاجة كويسة جدا. هنيجي بعد كده للسكاكين بتاعتها من الصلب الغير قابل للصدى، وحامية قوي قوي يا جماعة بشكل رهيب. وطبعا حاطط لها كفر بلاستيك زي ما انت شايفة كده، وانصحك برضو لما تجيبيها ولو حبيتي تجيبيها يعني، وجيتي تشغليها وخلصتي نشفيها ولبسيها الكفر ده تاني، حفاظا طبعا على ايدك او اي حد ممكن يجيبها عشان يستخدمها كنوع من الامان. شايفين الجزء بتاع السكاكين ده هو مكون من يعني قطعتين. القطعة الأولى بتبقى مكونة من نصلين بس، دي علشان الحاجات الخفيفة اللي هي الخضروات، طماطم، بصل وما إلى ذلك. طيب هنعمل بقى لحمة أو فراخ، يبقى هنركب الجزء الثاني بحيث يبقوا الأربعة كده مع بعض علشان طبعا يدوكي نتيجة كويسة. نيجي بقى للحله او الوعاء اللي تحت ده، وده مهم جدا، واللي انا طبعا يعني مش عايزه اقول لكم ان انا اتصدمت. انا كنت فاكره ان الحله دي كلها هي اللي هنحط فيها الحاجات طبعا، فقلت ده ممتازه جدا يعني. زي ما انتم شايفين عليها الختم كده بتاعها من جوه. كمان في ليميت كده، يعني حد معين تقدري تحطي فيه الحاجات، ما تتخطيهوش خالص، يعني الجزئيه بس الصغيره اللي تحت دي. ولسه هنكمل كلام على الحله، بس ما اقول لكم ان ده جوان برضو تاني كده من الجلد، بيتلبس للحله من تحت على اساس يحافظ لك عليها اولا من الخدوش، كمان يمتص الصوت اثناء التشغيل، ويثبت الحله اثناء الاستخدام برضو ما تتحركش منك، ودي برضو حاجه كويسه جدا. نيجي بقى نكمل كلام على الحله يا جماعه.
انا كنت فاكره لما شفتها ان هي كل ده هنحط فيه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، نفرمها او نطحنها او كده. طلع ابدا هو في جزء هو محددهولك بره وموجود كاتب لك عليه ان ده الحد اللي تقفي عنده في تعبئه الحله، مش كل الحله دي. فانا طبعا صدمت، انما طبعا انا كنت جبتها وخلاص، فما عادش ينفع يعني ان انا ارجعها او حتى اغيرها، لانها برضو بالمقارنه بالموجوده عندي فتعتبر هي كويسه جدا، لان اللي عندي نص لتر بس، فدي لو هنعتبرها حتى بتاخد لتر واحد فتعتبر برضو احسن من اللي الصغيره اللي عندي. فانا بنصحك هنا بقى انك طبعا لما تيجي تجيبي هاتي ال5، هتبقى الى حد ما اوسع شويه، الوعاء بتاعها اكبر شويه، لكن في كلتا الحالات هتقسمي الحاجه اللي انت بتعمليها او بتفرميها او بتطحنيها على مرتين. يعني لو كيلو هتخلي نص نص وهكذا. انا جبتها من على جوميا ب 550، بس سمعت من ناس تانية انها بتتباع في المحلات عادي جدا ب 500. فطبعا لو قدرت تحصليها بالسعر ده والمواصفات اللي احنا بنتكلم عنها دي وخدي بالك منها يبقى كويس جدا. ان شاء الله يعني هنعمل بيها وصفات كتير، يعني هفكركم بان انا عملت ريفيو عنها قبل كده علشان تبقوا عارفينها، وان شاء الله تكون عند حسن ظننا بقى في الاستخدام. هي الى حد ما كل مواصفاتها دلوقتي كده كويسه ومش بطاله. الاستخدام بقى يعني هي نظريا تمام. هنيجي بقى للجزء العملي، وده ان شاء الله لما نبدا نعمل فيها وصفات وكده نتمنى انها تكون برضو كويسه في ادائها وبتدينا النتائج المرجوه. يعني أتمنى تكون استفدتوا من الفيديو ولو ب1%، وإذا كنت استفدتي بال1% ده رجاء اشترك في القناة لو كنت اشتركت لغاية دلوقتي. قناتي على اليوتيوب مطبخ أماني شتا، وما تنسيش اللايك والشير، وقولي لي في التعليقات لو عايزة تسألي على أي حاجة. وإن شاء الله يعني مبروكة لأي حد بإذن الله يفكر يجيبها، أو حتى نوع تاني مفيش مشكلة، بس عشان تبقي ملمة بكل الأنواع اللي موجودة في السوق. وده مهم جدا لأي جهاز كهربائي قبل ما تشتريه، إنك تشوفي الريفيوهات اللي موجودة عليه علشان تستفيدي منها. فنصيحتي ليكي قبل ما اقفل الفيديو، هاتي ال5 او ال8 لبيت فيه مثلا ما شاء الله اكتر من 2-3، هتنجز معاكي اكتر من دي طبعا، لان انا زي ما قلت لكم كنت فاكره الحله كلها طلعت بس الجزء اللي هو محددهولي من تحت، اكيد لمصلحه الكبه نفسها ما اقدرش اتخطاه. فاتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في امان الله، مع السلامه.